لو الفيديو ده وصل لك فانت غالبا واحد من محبين الدك ممدوح نصر الله. الفيديو ده بعيد عن محتوى الصفحة شوية، لا هتكلم فيه عن الاهلي ولا عن برشلونة ولا عن الكورة خالص. الفيديو ده هتكلم فيه عن قصة الترند الاخير اللي حصل مع الدك ممدوح نصر الله، فيلا بينا نخش في الموضوع. تشرب حاجة حاجة ساعة لو سمحت، وعندك واحد شاي محريف. مبدئيا يا حبيب اخوك لازم تبقى عارف ان انا علاقتي بالدك ممدوح نصر الله زيها زي علاقتك بيه بالظبط، ما اعرفوش غير من خلال الحديده اللي انا بصور لك نفسي منها دلوقتي دي. ممدوح نصر الله بيقدم محتوى على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا، وانا بصراحه من محبينه ومن اشد معجبين بيه، وعايز اقول لك ان هو كان الملهم بالنسبه لي في موضوع تقديم المحتوى ده، لان انا كنت عايز اقدم برضه فيديوهات في الكوره وتشجيع الكوره، بس اللي مانعني اصل مفيش استوديو، اصل مفيش اعداد، اصل مفيش انتاج، الكلام ده كله. لقيت الراجل بيقدم الفيديوهات بتاعته كده بموبايله وبيصور اللي بيجي على دماغه وبيقوله، فقررت ان انا اعمل زيه، رزقي ورزقه ورزقكم على الله. ده اولا. ثانيا بقى المهم هي المشكله بتاعته، وبيغش في المسابقه واللي حصل والحكايه والروايه والتويته بتاعته والكلام ده كله. مبدئيا كده وقبل اي كلام احنا لازم نكون معترفين ان اللي عمله الدك غلط، اللي عمله ممدوح نصر الله كان غلط، الغش غلط، غش في امتحان، غش في مسابقه، غش في الميزان، الغش غلط قولا واحدا، مش هنتكلم كتير في الموضوع ده. طب هل دي اول غلطه لممدوح نصر الله؟ في الحقيقه لا، هي مش اول غلطه لممدوح نصر الله. طب هل دي اخر غلطه لممدوح نصر الله؟ برضه في الحقيقه لا، هي مش اخر غلطه لممدوح نصر الله. ممدوح نصر الله انسان زيه زيك زي اي حد، بيغلط وهيغلط وهيغلط كتير بعد كده. حتى هو في البوست اللي نزله بتاع الاعتذار هتلاقيه غلط غلطه برضه املائيه كده بسبب التركيز، بيقول لك ان الجنه مش اهم من الدنيا، وغلطه وارده وبتحصل معانا كلنا. فانا عايزك تبقى عارف ان هو زي ما غلط المره دي هو غلط قبل كده ولسه هيغلط تاني، بس هي في مشكله بسيطه يا حبيب اخوك. المشكله في تعاملنا احنا مع الناس اللي بنعجب بيهم. في فرق بين ان انا احب حد على اللي بيقدمه، او اعجب بشخصيه بني ادم، او اعجب بمحتوى بني ادم، او اعجب بالكلام اللي بيقوله بني ادم، وبين ان انا اخده قدوه. قدوة دي تقيلة قوي وكبيرة قوي 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 على اي حد في السوشيال ميديا او بره السوشيال ميديا. حتى فكرة ان انا اتعامل مع بني ادم على انه ما بيغلطش، ده في ظلم للبني ادم له نفسه لوجهة نظري فيه. اي بني ادم مننا بيغلط، اي بني ادم مننا حتى لو اخطائه ما ظهرتش قدامك فهو بيغلط في حياته الشخصية، وده وارد جدا وطبيعي جدا وده العادي. فانت لازم تبقى عارف ده كويس. هو غلط، انت تقول له انت غلطت وتنبهه وتحذره الغلط ده عشان ما يقعش فيه تاني، انما صعب جدا ان انت تاخده قدوة. انت كده بتحمله هو عبء هو مش قده، انت كده بتحمل عليه فوق طاقته. لو عاوز قدوة فتاريخنا وديننا مليان شخصيات وناس وقصص ينفع تاخد منهم قدوة، اكتر من ممدوح واكتر من سري واكتر من اي حد انت بتتابعه على اليوتيوب. لان انت لو حكمت على حد ان هو انسان صالح تماما وما بيغلطش من خلال 20 ولا 30 دقيقة اللي انت بتتفرج عليهم في اليوم، فده ظلم كبير جدا ليه. انت بتحمل عليه ضغط وطاقة هو مش قدها تماما. فما تجيش بقى بعد كده لما يغلط وتظهر غلطة منه قدامك تعتبر بقى ان هو خلاص يستحق الرجم، وان هو كان بيخدعك، وان هو انسان مخادع، وانه الكلام ده برضو كتير على البني ادم. كلنا بنغلط، كلنا لما نغلط لازم نعترف باخطائنا. الحمد لله ان هو رجع النهارده واعترف بخطئه واعتذر، لان الاعتذار من شيم الرجال، وهو ده اللي احنا متعودين عليه من ممدوح نصر الله. ده كان رأيي في المشكلة والترند الأخير بتاع الراجل الطيب الجدع ممدوح نصر الله، وهو يعني قبلوا مني شوية كلام والسلام. بس المهم بعد ما سمعت رأيي تقول لي رأيك انت كمان في الكومنتات. وحابب انهي الفيديو ده بالطريقة اللي ممدوح نصر الله دايما بينهي بيها الفيديوهات. ختاما كان معاكم أحمد عماد، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.